السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل أول حاجة في تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. قلنا هنعمل الفول المدمس. الفول المدمس ده لا غنى عنه في السحور على طول، الطبق الأساسي في وجبة السحور. جيبي نص كيلو فول من البلدي واغسليه ونقعيه لمدة 6 ساعات. بعد ما الفولة اتبلت كده بقت حلوة، انزلي عليها بمج من الفول المدشوش. اهم حاجة تشطفيه كويس، وجيبي كوباية من العدس برضو تغسليها كويس وتصفيها من المية، وتجيبي جزرتين تنضفيهم وتقشريهم وتبشريهم بالمبشرة، وتجيبي طماطمايه كبيرة كده وتقطعيها خرط صغيرة، وليمونة كبيرة او ليمونتين وتعصريهم على الفول. بعد كده قلبي كل ده مع بعض، قلبي كويس. وبعد كده عايزه بقى تسويه في حله ماشي، عايزه تسويه في القدره ماشي، انا هسويه في القدره هعبيه وارجع لكم تاني. وبعد كده بصوا بعد ما عملته في القدره اكمل بقى عليه ميه مغليه، تغلي ميه في الكتل كده تنزلي عليه بميه مغليه. هحطه بقى يغلي وارجع لكم تاني. وبكده بعد ما الفول استوى اهو، بصوا الجمال، احلى حبه فول ممكن تاكلوهم ما شاء الله. الريحه تحفه، الريحه تحفه. ايه رايك يا سمير؟ تسلم ايدك يا ست الكل. جهزنا فول السحور اهو بدري. يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، احلى حبه فول ممكن تاكلوهم في السحور. احلى شيف همت في الدنيا. ربنا يخليك يا سمير يا رب. انزلي بقى بالملح والطحينه اساس الفول. يا جماله يا جماله. والزيت، بلاش بقى نكتر في الزيت، خليه حاجه صغيره بلاش. ماشي. حبه زيت صغيرين، ونحط حبه من الكمون. صحتين وهنا يا معلم، احلى سحور في الدنيا، احلى طبق فول ممكن تتسحري بيه. لو عجبتكم الحلقه بقى ما تنسوناش في اللايك، انتوا ناسينا في اللايكات يا جدعان، بتتفرجوا وما بتدعموناش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.